ايه ده؟ الله 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 الله، ايش 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 ايش. والله يا عبدو بقيت بتاكل فراخ من بره. لا حول الله، الله يرحم ايام الكحرطه يا عبدو يا حبيب اختك. نعم. في ايه؟ مفيش يابا، اللهم صل على النبي، عازمنا على الفصل. ايه؟ على فراخ من بره؟ ايه؟ ست هانم مش قادره تعمل هي الاكل ولا ايه؟ اه نسيت ان انت بقى معاك فلوس وبقيت غني يعني. اه. وما شاء الله. اللهم على ربنا حسب. كرمك. ربنا كرمك وفتح عليك وبقيت كمان بتاكل فراخ من بره. ده ايه الوكسه اللي انا فيها دي؟ وفيها ايه لما اجيب اكل من بره؟ قال لا، قول لي عازم صحيح. اخواتي. قول لي صحيح، هو على دماغنا طبعا يا اخويا، على دماغنا. بس هو انت سرقت سرقة ولا لقيت فانوس سحري لا مؤاخذة يعني، عشان بقيت غني وبقى معاك فلوس ولسه نجدد الانتريه بتاعك واوضه النوم؟ اه، وايه اللهم صل تاني؟ على النبي. وايه تاني؟ لا ولا حاجة يا اخويا، انا بستفسر بس عن اخويا يعني. بقى راسه براس اخويا الكبير، يعني انت بقيت غني زي اخوك الكبير ما شاء الله. ازاي يعني؟ ده انت كنت الحمد لله. بتعيشها بالكحرطة وما كنت ساكن كده ومتمرمط. من فضل ربنا عليا والحمد لله، عمري ما مديت ايدي للحرام. بس انت عملت ايه يعني؟ غريبة يعني ان انت في ثانية فجأة لقيناك طلعت كده فجأة. لا والله، اشتغلت واجتهدت على نفسي والحمد لله اترقيت في شغلي. يعني عايز تفهمني عشان اشتغلت واجتهدت على نفسك تلاقيت في شغلك في ثانية وبقى معاك فلوس زي الرز؟ الحمد لله. وما مديش ايدي للحرام. اه وغير كده ان الشغل بتاعي التاني اللي كنت بشتغل من البيت، ربنا كرمني فيه والله وبقى عندي بعتوا بتجيبوا مكتب. فراخ. كنتش لاقيين ضفار كنتش مم. لاقيين للرجول حتى. وبمناسبة ان انا بقيت راسي براس اخويا، لا اخويا الكبير على دماغي، على دماغي من فوق. مم. وانا عمري ما هتساوى بيه. كل يومين يا اخويا تعمل لنا عزومة يعني بالشيء الفلاني وقد كده يعني. ايه؟ وماله بعزم معاك اخواتي. فلوس، معاك فلوس مش عارف تضيعها فين؟ وبعترها. ببعترها يا حبيبتي. بتبعترها ليه؟ ما هي جاية سهلة بقى. لا مش جاية سهل، الحمد لله. شقيت يعني، شغال في شركة الصبح، وبعد الظهر عندي المطبعة بتاعي والمكتب بتاع الدعاية. الحمد لله ربنا كرمني. وربنا كرمني بمشروع كبير ماسكه، وفتحها عليا، وجبت مكنة طباعة. بس تفهمني ده من شغلك؟ مادام والتصميم بقى. والدعاية ده من شغلك؟ اه. كل العز اللي انت فيه من شغلك؟ ايوه من اشتريت شغلي. شقة في ثانية من شغلك؟ اه من شغلي. جددت الانتريه وأوضة النوم بتاعك كل ده من شغلك؟ ليه؟ عشان بتنفخ كده لا، بتطلع فلوس؟ عشان براعي ربنا في شغلي، مم. وربنا بيكرمني. والناس اللي بيشتغلوا معايا براضيهم وبيدعوا لي. كفايه دعاء بس واحد منهم، او مراته تدعي لي، يعني او امه تدعي انت لي. ناس شغالة عندك؟ الحمد الله لله. يرحم، ما انت كنت وما شغال بق... انت عند لا، وما الناس. بعتبرهمش شغالين عندي. مم. ده المكان بتاعهم وكلنا بنساعد بعض. بنساعد بعض. والله الله يرحم. مش قليل الاصل زي ناس ربنا اداهم، بقوا عايزين الناس اللي شغاله عندهم خدامين. قصدك ايه يعني؟ ومش قصدي، بس انا بتعامل مع الناس اللي عندي، ما بتعاملش معاهم ان هم شغالين عندي. بنتعامل كلنا واحد، مم. قلبنا على الشغل. فعشان كده ربنا بيكرمني بسببهم. وأقولها لك، كفايه دعوه واحد، يعني واحد شغال عندي، كفايه ان امه تدعي لي دعوه حلوه لما ياخد قبضه اخر الشهر، يكون ربنا كرمه. فتدعي لي ربنا يكرمني. انما والله اخواتي يا اخويا انا بص لي في عيشتي. والله يا اخويا انا لما سمعت من ام سلامة ان انت ساعدت واحدة عايزة تتجهز وعايزة تتجوز يتيمة، اتصدمت وحطيت ايدي على قلبي وقلت عبد اخويا ده ما كانش لاقي ياكل بيساعد ناس غلبانة. الحمد لله. اه انا ربنا كرمني وكل حاجه، اساعد غيري، مش هكنز وابقى بخيل. اه. طب يا اخويا مش هنقعد نكتر، مراتك فين عشان تحط لنا نطفح ونروح بيوتنا؟ مراتي اه. مراتي جايه تحط لكم الاكل اهو. طب يا اخويا استأذنك. اطلعي لا يا اختي. مش عارف، الواحد لما بيتعامل بحسن نية يرجعوا يزعلوا منه. الحمد لله ان ربنا بيراضيني في شغلي، وانا براعي ربنا في شغلي انا والناس اللي معايا. يلا نطلع لهم الاكل بدل ما يقعدوا يزن هي واخويا الكبير.